صباح الخير عليكم. طبعا دي القطارات التي جي في السريعة جدا في فرنسا. عاوز اقول لكم ده قطر الشعب. انا حاجز درجة تانية لمارسيليا. طبعا درجة اولى ودرجة تانية الاتنين بيكونوا مع بعض، الاتنين عادي يعني في نفس القطار نفس كل حاجة. الفرق ما بين الدرجة الاولى والدرجة التانية حاجة واحدة فقط. الكراسي في الدرجة الأولى واسعة شوية، الصالون بيكون واسع شوية اللي هي الطرقة واسعة شوية، ولكن الدرجة التانية يعني هنشوفها دلوقتي. طبعا المفروض أركب هنا 6. طبعا دلوقتي لازم أتأكد من التذكرة بتاعتي. ده بياخد لمارسيليا 3 ساعات 21 دقيقة بالظبط. رقم الكرسي بتاعي 631. شوفوا هو بيقول لي هنا كده هدخل هنا، ده من 600 ل 639، وده من 640 683 الدور التاني. طبعا القطر ده فيه بار وفيه مطعم وفيه حاجات كويسه جدا، والتواليت طبعا اهوت في حد جوه دلوقتي، ده التواليت. حاجه محترمه جدا. طبعا في مكان فيه واي فاي، ممنوع التدخين، ممنوع الفيب، ممنوع اي حاجه. قطر سريع تمام. هدخل هنا احط الشنط بتاعتي وبعد كده اقعد على الكرسي بتاعي. الشنط بتاعتي هنا اهوت تمام. 631 631 631 واحد. دي طبعا شاشة المحطات اللي هتقف فيها. هو هنا انا هنا، بسم الله ما شاء الله، الكراسي واسعة جدا. ده 631. ده لو هاكل، ده لو عاوز اكل، تذاكر، تاكل، اللابتوب، الكلام ده كله. ده طبعا بيتفتح ويتقفل، ده بيتفتح ويتقفل. نازل ده. لو هتحط شنطة فوق هنا، لو هتشغل اللمبة بتاعتك. طبعا في مكان تاني للشنط لو القطر زحمة ممكن تحط شنطك هنا برضه، بس انا حطيتها بره افضل. طبعا القطر ده دورين 2، هفرجكوا على الدور التاني دلوقتي. حاجز جنب الشباك 631 جنب الشباك. ده 630 مش جنب الشباك. واي فاي مباشر. عاوز اقول لك في هنا كمان شاشة اهيت بتعرض لك كل التفاصيل، القطر هيتحرك امتى، هيوصل امتى، المحطات اللي بقف فيها، كل حاجة. هنا كده ممنوع تتكلم في التليفون، ممنوع تعمل اي ازعاج في المكان ده. طب عاوز تتكلم في التليفون، تفتح ده كده، ترجع ورا، تدخل كده، تيجي تتكلم هنا في التليفون عادي جدا، مفيش مشكله طول الرحله. تقعد هنا عادي، او هتطلع فوق هنا هتلاقي في كابينه للكلام في التليفون. طبعا ده الدور التاني، ده حمام تاني اهو. ممكن تيجي تقعد هنا تتكلم في التليفون، مفيش مشكله خالص. فيشه وفيشه، وعندك على الكرسي بتاعك في فيشه وفي يو اس بي. وهنا في عربيه تانيه، وهنا في عربية تانية اهي، وهنا برضو. ده الدرجة التانية يا جماعة، بنتكلم على الدرجة التانية. تمام. هنا لو تشغل إضاءة طبعا تمام. ممنوع ترمي حاجة على الأرض، الزبالة بتاعتك بتسيبها هنا، يا إما وأنت قاعد مكانك لو بتاكل أو بتشرب أو أي حاجة. في نص الطريق هتلاقي واحد نظافة، واحد جالك بتاع نظافة هيعدي عليك معاه، هو بياخد الحاجات اللي قدامك، يعني بيقول لك لو في حاجه عاوز ترميها، بواقي اكل، اي حاجه عاوز ترميها عادي هاتها يعني. طبعا يا جماعه انا عايش في نورماندي حاليا في باريس، ورايح لمارسيليا. القطارات الخاصه بنورماندي بتاعتنا احنا، بتاعه الولايه بتاعتنا كلها اسطمبه واحده، ما عندناش بار، ما عندناش مطعم في قلب القطر. القطر بتاعنا احنا، ولكن القطر دوت فيه بار وفيه مطعم. هندخل المطعم دلوقتي. طبعا احنا رحنا عربيه تانية، هو كده بيفتح الحمامات. طبعا هنا فتح الحمامات اهوت، نظيف جدا الحمام. نقفل الحمام. هنا لو عاوز تاكل، عاوز تشرب، عاوز تقعد في مكان تعمل ازعاج براحتك، هما لسه بيفتحوا، لسه ما فتحوش البار. ده مطعم وبار في قلب القطر. لو انت نسيت تشتري اكل، نسيت تشتري اي حاجه، بتيجي هنا بتحاسب كاش عادي او بتحاسب بالفيزا عادي جدا، مفيش مشكله خالص. طب لو معاك انت اكل شاريه من بره، ينفع تيجي تقعد تاكل هنا عادي جدا، مفيش مشكله. طبعا كمان شويه هطلع اكل في القطر لاني نسيت اشتري اكل ومفطرتش لسه طبعا. ولا ننسى طبعا ان ده منيو بتاع المطعم، تطلب هنا وتدفع هنا وكل حاجه هنا، تدفع بالفيزا كده على طول، سان كونتاكت تمام. تاخد البوم بتاعك، الريسيت، تروح على المطعم وتاكل. فده قطر الدرجه الثانيه، يعني قطر الشعب. انا دافع تذكره رخيصه جدا، عاوز اقول لكم دافع التذكره بجد رخيصه جدا. العرض اللي جاي لي رخيص قوي.
طبعا في قطار، نفس القطار ده فيه منه الغالي ونفس القطر، حسب الوقت وحسب الميعاد بيختلف طبعا. ولكن الحكومه هنا بتوفر لك الرخيص والغالي في كل الاوقات طول الوقت، كل ساعه كل نص ساعه في قطر بيطلع من باريس لمارسيليا تقريبا يعني. اهو هرجع بقى العربيه بتاعتي وابقى اطلع تاني. يلا ننزل بقى على الكرسي بتاعي عشان سايب شنطتي هناك، وما تقلقش مفيش حاجه تتسرق منك. انا عاوز اعرف فتح الحمام ده ولا لا. فتحوه اهو. ده الحمام بتاعنا بتاع الدور الارضي اهو. هاي.